أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم التي احتجتم أن تأتيكم بجديد الأخبار يوميا. قبل الخوض في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديدنا كل يوم. الشاب الذي في الصورة كل الشعب الجزائري أو معظم الشعب الجزائري يعرف قصته الآن، الذي استضافه الصحفي أو ما يسمي نفسه بالصحفي هشام بوقفة، حيث استضافه ليقوم بالاستهزاء به أمام الملأ وطلب الرقص منه. الشاب أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليثير غضب واستنفار الشعب الجزائري من هذا الصحفي هشام بوقفة، حيث أن شباب الجزائر اليوم وضعوا اليد في اليد واتحدوا لمساعدة هذا الشاب الفقير. أول شاب من ولاية وهران، حيث أرسل فيديو مباشر يعد فيه هذا الشاب الفقير بطقمين كل شهر من حسابه الخاص ومن دكانه الخاص، وقال له بأنه وعد حر ودين عليه. هذا الشاب أثار غضب كل الشباب الجزائريين. حملة من التبرعات تطال حساب البنكي لهذا الشاب في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، حيث إن فرج الله قريب وليس بعيد. أيضا الشاب الثاني من ولاية القليعة، بائع أثاث، حيث وعده أنه إذا وجد المرأة الصالحة للزواج سيقوم بإهدائه غرفة كاملة مكملة جاهزة كهدية عرسه. أثاث القليعة الذي يظهر أمامكم على الصورة. هذا الشاب وعد الشاب أمين الذي ينحدر من ولاية مستغانم بأن غرفة العروسين عليه كدين عندما يجد بنت الحلال. أيضا الشاب الثالث الذي قام بإرسال فيديو مباشر وأيضا عرض هذا رقم الهاتف الذي يظهر على الشاشة، وطلب من كل من يعرف هذا الشاب أن يطلب منها الاتصال بهذا الرقم كما ترون وكما هو موضح في الشاشة لمساعدته. مجموعة كبيرة من الشباب هبوا لمساعدة هذا الشاب الفقير الذي استهزأ منه الصحفي هشام بوقفة. أيضا أبكى الكثير من الجزائريين والجزائريات. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا التصرف وهذه العنصرية بين الفقير والغني، وما ربك ببعيد عن تحقيق الأمنيات. وسبحان الله الذي أعطى القبول لهذا الشاب، حيث فرج الله عنه في ليلة وضحاها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. أعزائي المشاهدين، صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى إلى الله.